المواطن الجزائري ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يستهلك أكثر العدس. في الصيف هذه لا تستهلك. كيف يخلق لي أزمانة في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصودة والله العظيم، أقسم بالله. تهيئوا المواطن الجزائري. هذه قوية 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 قوية. القولون العصبي الآن فك لي شفرة، فك لي موضوع العصبية عند المواطن الجزائري الآن، فك لي طلع القولون العصبي من كثر البقوليات. اسمعوها. ما بين المغاربة بصفة عامة. حلو انه وصفكم مغاربه، شوفوا لا تنسوا عندما نقول لكم اصولكم مغاربه، يقول لك ما المواطن الجزائري الاول ما بين المغاربه. شوفوا عندما نقول لكم اصولكم يعود الى المغرب، الى هذا المملكه التي كانت موجوده، سبحان الله ينطقوا. هو طبعا كلها كان اسمها المغرب، وكان هنا الاصل، وانتم كلكم فروع كما نقول لكم. وحلو انه قالها بلسانه تبون. ايوه خلينا نرجع. ما بين المغاربه بصفه عامه هو اللي يستهلك اكثر العدس. العدس طالعه من تبون مثل العدس. والله العظيم يا اخي، عندما رئيس دوله يجي ينظر لك في العدس فانت امام رئيس كارثه. انه تبونا ويقتلني يا جماعه. العدس خرجت منا يا جماعه كانه بقى عدس ابن الذين. اسمع، نرجع من الجد. لاحظوا كلمه العدس. ما بين المغاربه بصفه عامه هو اللي يستهلك اكثر العدس. انا افدان العدس، انا افدي العدس حقك يا تبون. من عدسها. ايوه كمل. يستهلك الفاصوليا، البقوليات اللي تنفخ القولون. ايوه. وفي الصيف هذه لا تستهلك. كيف يخلق لي ازمانه في اللوبيا والروز والعدس؟ اللوبيا والعدس يعني انا ما يعني هي لا تستهلك في الصيف. انتم متى تاكلوا البزاليه ولا؟ يا اخي ممكن تاكل صيفا وشتاء. هي بقوليات يا تبون. مالك انت؟ ما نقول لك ما تاكل في الصيف، ما نقول لك اني ما تاكلش في الصيف يا صاحبي. الله يهديك، تاكل صيفا وشتاء. ولا انا غلطان يا جماعه؟ ازمه العدس يعني انا بصراحه الثقافه العدسيه هذه والبقوليه انا ما فهمهاش. تبون مثقف، تبون عبده فيش يعرف كل شيء. حتى في العدس يا اخي خطير، يعرف متى تؤكل في الصيف ولا في الشتاء. والله انا لا اعلم، بس خلونا نفهم ايش حكايه العدس، لانه حتى العدس فيها مؤامره. لاحظوا نظريه المؤامره، وان هناك من يفشل، وان هناك من يريد ان يفشل الرئيس، موجوده حتى في العدس. يعني شيء فظيع، شيء هائل. يعني هذا العدو الكلاسيكي، العدو التقليدي للجزائر، مركز حتى على العدس، حتى على العدس واللوبيا. العدس واللوبيا من ضمن مخططاتهم 2021 و2022. مثل ما انه يحطوا في خططهم انهم يحرقوا، ويحطوا في خططهم انهم يعملوا الارهاب المناخي. الارهاب المناخي يرهبوا الجزائر مناخيا. يرهبوها مناخيا ويعطشوهم. ايضا هناك من ضمن الخطط العدسيه لافشال العدس واللوبيا وكل شيء. يا جماعه يا جماعه، اقسم لكم بالله انكم امام رئيس تحفه. بالنسبه لنا يعني هو بالنسبه لنا تحفه، لكن بالنسبه للجزائريين كارثه مكتمله الاركان. المفروض الجزائريين الاحرار يسمونه الرئيس الكارثه او الرئيس الكارثه. ايوه هذه مقصوده والله العظيم، اقسم بالله. لا تحلف يا تبول، لا تحلف يا اخي، الله يهديك. ما كذا بتدق امها يمين يا اخي. اصبر ايش دي مقصوده؟ من حلفك اصلا؟ يعني قالوا للسارق احلف، قال جاك الفرج. من حلفك اصلا؟ من طلب منك يمين؟ وبعدين انت رئيس دوله ما تحلفش. تكلم كلام مسؤول، انت مو في قهوه. اقسم لكم بالله مقصوده، قسما بالله مقصوده. مقصوده هذه حق العدس واللوبيا، مقصوده.
انا لما ارجع يا اخي انا ما اريد يمشي بسرعه هذا المقطع. ما بين المغاربه بصفه عامه هو اللي يستهلك اكثر العدس. العدس يستهلك الفاصوليا، الفلوليات، البقوليات. غششوه البقوليات. وفي الصيف هذه ما لا تستهلك. كيف يخلق لي ازمانه في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصوده والله العظيم، اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. يا ويل امك يا سارق العدس. والله الا حكمته يندم على اليوم اللي ازداد فيه، اللي سرق العدس. يعني تخيلوا الغاز مسروق، ثروات البلاد مسروقه، كل شيء منهوب، كل شيء منهوب من العسكر، كل عسكري معه قطع، كل واحد من الجنرالات هذا ماسك قطاع غذائي حتى. لكن تبون غيرته على العدس. الله اكبر على الدم الحامي حق الجزائريين هذا ورئيسهم التحفه. البلاد منهوبه. ارجع لكم دي قال هذاك انه ادم خرج من الجنه. ادوره يمكن ما زال موجود. ما زال موجود والله. يا خلوني ادور اذا هو موجود، يا ربي اني ما مسحته. خلوني ارجع اذا هو موجود. يا الله والله راح تذكروا انتم، تذكروا هذاك البرلماني الذي قال ادم خرج من الجنه لانه اكل تفاحه، وانتم اكلتوا الجزائر، اكلتوا الجزائر باكملها وتريدوا تدخلوا الجنه. والله ما تدخلوا. تذكروا هذاك البرلماني. تبون ناهبين الجزائر، ناهبين الغاز، ناهبين المعادن، ناهبين الثروه السمكيه، ناهبين غذاء الناس، ناهبين ثروات البلاد، معادن الناس، ويجي يدي ابوها يمين. قسما بالله يا سارق العدس مقصوده، قسما العدس واللوبيا. العدس واللوبيا تسرق يا للعار. وتبونا عدس البلاد يسرق، ولوبيا لوبيا يا لوبيا والفول والعدس والفاصوليا. وتبونا ربما معتصماه انطلقت، ربما وتبوناه انطلقت ملء افواه الجزائر المنقرضه. العدس راح وتبون يرعد ويزبد انه يا ويل امك يا سارق العدس. قال قسما بالله يا سارق العدس انك ستندم على اليوم اللي ازددت فيه انت يا سارق العدس. وكل ما انت سرقت عدس كل ما بهدلنا ابوك وكل ما وديناك المحكمه. وهكذا يفكر هذا الزعيم الكارثه او الرئيس الكارثه. تبون جاءت له غيره على العدس فقط. الرجل جاءته غيره على العدس، بينما الغاز منهوب والثروات منهوبه والبلاد منهوبه ومقتوله ومنهوبه ولا تحرك فيه شيء. المهم العدس. اي بلا غاز بلا بطيخ يا اخي، بلا غاز بلا بطيخ يا جزائري. المهم العدس. اغلى عدس في العالم. اوف والله يا جماعه. انا ايش الذي خلاني اعشق فيك والعشقه كلف يا تبون. قسم بالله سر حبي فيك غامض. فيني حب لهذا الرجل عجيب يا جماعه، قسم بالله اني اموت فيه ابن الذين. بس انا ايش الذي خلاني اعشق فيك يا تبون والعشقه كلف؟ ايش اوقعني في اشباكك وانا عيني تشوف ما تموتني يا اخي قتلتني يا اخي طفحتني يا اخي قدني مريض صدري طفحت ضحكه يا اخي. تكلم مثل خلق الله يا جماعه. او انتم يا جماعه خلونا نغلق هذا النشاط. انا ما عاد قدرت هذا الكم الهائل من الحكوات يعني من التهريه. والله تعبت يا جماعه، والله تعبت يعني. ضحك وبعدين الضحك يميت القلوب وكذا. شوفوا حكايه العدس، خلوني نكمل حكايه العدس. الفلوليا غريبه بصفه عامه هو اللي يستهلك اكثر العدس. يستهلك الفاصوليا، الفلوليات، البقوليات. وفي الصيف هذه ما لا تستهلك. كيف يخلق لي ازمانه في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصوده والله العظيم، اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. رجال انا نقول لك يعني راه يعطينا مؤشرات. اليوم رانا في الصيف وزاد فيها، يعني يغيبوها في الشتاء. انا لعلمكم ما فهمت حكايه التغييب هذا. والله اذا حدا ممكن يشرح لي. ما أنا هي لا تؤكل في الصيف ويغيبوها في الشتاء ويرجعوها في الصيف، ولا يبيعوها في الشتاء، ولا ما عاد بتاكلوش لا شتاء ولا صيف. انا حاولوا تفكوا لي موضوع رحله الشتاء والصيف. فكوا لي رحله الشتاء والصيف لانه ما فهمت والو. خليه يمكرون يمكر الله والله خير. الله ويستدل بالايات علشان العدس.
العدس زعل تبون العدس.